ثم قال سبحانه وتعالى: وعن الصلاة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه من أكبر المفاسد في لعبة كرة القدم. فهل رأيتم هؤلاء اللعابين الذين يلعبون بها إذا جاء وقت الصلاة يوقفون اللعب ويذهبون إلى صلاتهم؟ الجواب لا أبدا، يستمرون. المؤذن يؤذن، الصلاة تقام في المساجد، بل ربما يخرج الوقت وهؤلاء لا يزالون يلعبون. والمشاهدون كذلك. هل رأيتم واحدا منهم يقوم حين يسمع الأذان، حين يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقوم ويلبي هذا النداء؟ أبدا. مخدر، ينظر إلى اللعب بكل قوة وبكل اهتمام، ينظر إلى اللعابين بأشد الانتباه. نعم، هذا من الخطورة بمكان، والله، أن يضيع المسلمون صلاتهم في أوقاتها، يؤخرونها عن وقتها. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يجوز لمسلم أن يضيع صلاته، فإن فعل ذلك فليبشر بالدمار وليبشر بالغي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الصلاة من ضيعها ضيع دينه، من ضيعها إلى النار والعياذ بالله. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما سلككم في سقر؟ ما الذي سبب لكم دخول السقر؟ قالوا لم نك من المصلين. هل هناك لك رخصة يا من تشاهد المباريات أو يا من تلعب في هذه المباريات؟ هل لك رخصة أن تترك الصلاة؟ هل لك رخصة أن تترك الجماعة، أن تترك صلاة الجماعة التي هي واجبة إلا من عذر شرعي؟ هل لك رخصة في ذلك؟ الجواب لا أبدا. تتحمل إثم ذلك، إثم التخلف وإثم تأخير الصلاة عن وقتها. انظروا إلى هؤلاء المشاهدين لهذه المباريات، تجدهم يبكرون، ما يأتي وقت المباريات إلا وقد ازدحموا واكتملوا. هل ترونهم في صلاة الجمعة يبكرون وقد ورد فيها فضل عظيم؟ أم أن أحدهم يأتي في منتصف الخطبة أو بعد انتهاء الخطبة الأولى أو قرب انتهاء الخطبتين؟ أين تبكيرهم لصلاة الجمعة الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الفضل العظيم يفوتونه، وتجدهم في لعبة الشيطان يبادرون ويبكرون ويزدحمون ويكتملون. والله المستعان. أين تهجيرهم للصلاة؟ أين تبكيرهم إلى الصلاة في الجماعة الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما بالتهجير لاستبقوا إليه.